ياسين كان شاب مكافح وشغال في البرمجة، وكان شايل مسؤولية أخوه الصغير مروان في كل حاجة: مصاريف جامعة ولبس وخروجات. ياسين كان خاطب سلمى بقاله سنتين، وكان بيحبها جدا وبيثق فيها ثقة عمياء، لدرجة إنه كان مديها مفتاح شقته اللي بيجهزها عشان تروح تنقي العفش والدهانات براحتها مع أخوه مروان في الأوقات اللي هو شغال فيها. ياسين كان بيسمع كلام كتير من صحابه إن مروان وسلمى بقوا صحاب زيادة عن اللزوم، بس كان بيرد عليهم ويقول: ده أخويا الصغير ودي مراتي المستقبلية، عيب تشككوا في أهلي. وفي ليلة ياسين رجع من الشغل بدري عشان يفاجئ سلمى بهدية. دخل الشقة لقاها فاضية، بس لقى اللابتوب بتاع أخوه مروان مفتوح وشغال. ياسين بص في الشاشة، لقى واتساب مفتوح ومحادثة بين مروان وسلمى. الصدمة كانت بشعة. مروان باعت لسلمى بيقول لها: ياسين المغفل دفع النهاردة القسط الأخير من الشقة، كده الشقة بقت جاهزة لينا إحنا يا حبيبتي، أول ما يكتب الكتاب اطلبي الطلاق منه وقولي إنك مش مرتاحة وهنتجوز أنا وإنتي في نفس الشقة بفلوسه وعفشه. سلمى كانت ردت عليه بريكورد صوتي بتقوله: أنا مش طايقة لمسة إيده، أنا مستنية اليوم اللي نخلص فيه من تمثيلية الخطوبة دي عشان نبقى مع بعض يا مروان، أخوك ده مجرد بنك بيصرف علينا. ياسين الدم غلف عروقه، بس ما كانش عاوز يواجههم بالصراخ. ياسين عمل كمين ذكي جدا، غير عقود الشقة وخلاها إيجار مش تمليك من غير ما يعرفهم، وسحب كل الفلوس اللي في البنك وحطها باسم والدته. ويوم الشبكة ياسين وقف وسط المعازيم وفتح شاشة العرض وقال: أنا محضر مفاجأة لأخويا وحبيبتي، وعرض المحادثة والريكوردات قدام العيلتين. سلمى ومروان وشهم بقى زي الكفن، وياسين رمى ليهم مفتاح الشقة وقال لهم: مبروك عليكم الشقة، بس خلي بالكم الإيجار هيدفع بكرة، وأنا لغيت التمليك، خلي الحب ينفعكم في الشارع. ياسين سابهم في الفضيحة وخرج وهو عارف إن الغدر لو جه من أقرب الناس يبقى الوجع بيبني جبل من القوة. ودي كانت حكاية من حكايات مايا، اللي بتعرفنا إن اللي تفتكره سندك في الدنيا ممكن يكون هو السكين اللي بتذبحك من ظهرك عشان ياخد مكانك، والحرص واجب حتى من الدم.